يا معلم اديك سلطه بس عليك كده. طيب والله ايه اخبارك انت؟ والله كله زي الفل. ايه يا عم دماغنا يا عم. يا عم طريق واسع يا عم، ولا تجيك شكلنا ما انت طريق واسع، ما اشوف نص الشارع. يا عم ايه يا عم انت ماشيين في الطريق اهو، ما طريق واسع قدام. لا بمشي على جنب يا عم عشان ثلاثة نتكلم واحد. بس وانت يا خلصت على كده. عبد الله ابو عمو اتكل على الله. انا اروح الكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا حاج عصام، أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا غالي، اتفضل اتفضل. نورك. عامل ايه؟ والله الحمد لله بخير وبنعمة الحمد لله. والله يا ابو عمو نجيلك في موضوع كان حصل كده بعد العصر. كنت لا لا دقيقة، طول ما في موضوع يبقى نشربوا الشاي الأول وبعدين نشوفوا أي مواضيع يا راجل يا طيب. أعمل الشاي ياض. والله يا عم احنا ما عادش غريب على الشاي، يعني ده بيتنا. هو بس هو كان بعد العصر كنت معدي في الطريقة بتاعتنا، طبعا انت عارف. كان ولد اخواتك الصغيرين معدي كده عمال 2-3 سنة عشان مستعجل. فراح بيهم الواد زعق، راح جه التاني بطل مكنة وقفت عليه. لقيت اني قطعت مشيت طبعا لميت الدور عشان ما ينفعش احنا اول حاجة احنا تبع بعض وعائلة واحدة، ما ينفعش تحصل مشاكل بين كبير وصغير، تحصل امور زي كده. بارك الله فيك يا بابا، انت كده عملتش غير الصح، لانك عرفت ان الناس ده ليها كبير يترد عليه. على الموضوع ما يسمعش بيه غير دلوقتي، وانك جيت لحد البيت ده واحده عندي كبير، انت هتاخد واجبك ومش هتطلع من هنا غير مره. يا دي ادها خد تعالى يا جد، تعالى يا جد. انت بدري قبلت عمك عصام، خدت منه مفتاح المكنه انت واخوك يوسف على الطريق الغربيه. بس هو وجعنا دماغنا يا بابا، ورجع لكم دماغكم. طب غور من هنا، غور. حقك علي انا يا ابو العم، والموضوع عندي انا، وانا هعرف ليه وليه تصرف تاني مع العيال دي. والله هي مش اخوات حق وجايتك كبيره والله. دول اخوات، دول اخواتي لما يكونوا اخواتك انا عايزهم بس يتعلموا صح من الغلط عشان ما يقعوش مع حد تحصل مشاكل بكره وبعد. بارك الله فيك يا عمي، وانت تاخد واجبك ودينا قاعدين وانت عملتش غير الصح. وهو الود هو الطيبه، وهو دي اصل الصعيد اللي احنا هنتكلموا فيه. لما الواحد يبقى معاه مرشد ليه يروح الكبير وما يمسكش بزماره رقبته والعيال توسع والمشاكل توسع. هو ده اللي هنتكلموا فيه، هذه الاصول يا اولاد. بارك الله فيك يا ابو العم. يا عم والله واجب بارك ولازم الله فيك. نبين عليه. الشاي هات بسرعه.